الفيلم بيبدأ بفار صغير اسمه ريمي، بس عنده حاسة شم وتذوق تخلي أي شيف عالمي يغير منه. ريمي شايف الأكل مش بس عشان يعيش، لأ، ده شايف فن وإبداع وتركيبات عظيمة. المشكلة إن عيلته كلها فران تقليدية بتشوف الأكل مجرد أكل وخلاص، وريمي نفسه عايش في عالم بيشوف الفيران كائن مقرف ومكانها مش المطبخ. عيلته كانوا مشغلينه كاشف سموم علشان هو مناخيره شغالة بالملي، بس حياته اتغيرت لما اكتشف أسطورة الطبخ الشيف أوجست جوستو. فضل يتفرج على برامجه، وكلمة جوستو اللي ما بتتنسيش علمت في دماغه إن أي حد ممكن يطبخ. فجأة العيلة بتتهد، وريمي بيتوه لوحده وبيوصل باريس، بس مش أي مكان، ده بيوصل مكان مطعم جوستو الأسطوري نفسه، وبيفضل شبح الشيف جوستو صاحبه الخيالي اللي بيشجعه. وهو بيتفرج على المطبخ بيشوف البني آدم اللي هيقلب حياته، لينجويني ده شاب غلبان طيب بس فاشل في كل حاجة في الدنيا، خصوصا الطبخ. بيعمل شوربة بيخلي طعمها زبالة. هنا ريمي بيطلع غصب عنه وبيشتغل على الشوربة من غير ما حد يشوفه، يظبط التوابل ويخلي طعمها يجنن. الكارثة انهم بيكتشفوه وهو بيظبط الشغل. القدر بيتدخل، ولينجويني بيدافع عن ريمي، والشوربة بتعجب الناقد اللي دقها. والشيف سكينر مدير المطعم اللي عايز يورثه بيوافق يخلي لينجويني، بس بشرط انه يكرر النجاح مرة تانية. وهنا بتبدأ الشراكة الأغرب في التاريخ. لينجويني بيفهم قد ايه ريمي عبقري، وريمي بيعلمه اتفاق سري انه هيبقى المخ المدبر بتاع لينجويني، والطريقة هتكون ان ريمي يستخبى تحت قبعة لينجويني الطويلة، ويستخدم شعر لينجويني عشان يوجه له حركاته زي لعبة الفيديو بالظبط. لما ريمي بيشد شعره يمين، ايد لينجويني بتقطع الخضار، ولما يشد قدام بيضيف البهارات بالجرام. المطعم بينجح نجاح غير طبيعي. لينجويني بيتحول من فاشل لشيف عبقري في يوم وليلة. ريمي بيتعلم يتكيف مع مطبخ البشر، ولينجويني بيبدأ يصدق انه فعلا ممكن يعمل حاجة. بس بتظهر مشاكل، ان عيلة ريمي بتلاقيه وبتزن عليه انه يسيب جو الأبهة ده ويرجع معاهم لحياة الفيران العادية. وكمان سكينر الشكاك بيحاول يكتشف سر نجاح لينجويني ده ايه، لانه متأكد ان في في الموضوع. وهنا الفيلم بيوصل لأقوى نقطة درامية لما بيتكشف السر الأكبر. لينجويني هو ابن جوستو الحقيقي. كده سكينر اللي بيحاول ياخد المطعم بيطلع من المولد بلا حمص. لينجويني بياخد إدارة المطعم رسميا، بس الغرور بيسيطر عليه. ريمي بيحس ان دوره بقى على الهامش، بيغلط غلطة كبيرة وبينزل يسرق أكل هو وعيلته من المطبخ بتاع المطعم. ولينجويني بيكتشف ده وبيحس بالخيانة، فبيطرد ريمي بره. وهنا بتيجي أخطر لحظة مع وصول الناقد اللي ما بيرحمش، أنطوان إيجو. الراجل ده اللي شكله زي مصاص الدماء، هو اللي كان السبب في موت جوستو زمان بسبب مراجعة سلبية. دلوقتي هو جاي عشان يقرر مصير المطعم الجديد. لينجويني بيكتشف إن سكينر خطف ريمي، فبينقذه وبيعتذر له، وبيعمل خطوة جريئة جدا. بيعترف قدام كل اللي في المطبخ إن الشيف الحقيقي هو فار. طبعا كل شيف فيهم بيتجنن وبيسيب المطبخ وبيمشي. وهنا يجي دور التضحية والوفاء. لينجويني بيقول لهم أنا اللي هشتغل جرسون وهخدم على الناس. عيلة ريمي كلها اللي اتأثرت بتمسكه بحلمه بتنزل المطبخ عشان تساعده. ريمي بيقود المعركة وبيقرر يعمل طبق بسيط لكنه تحفة فنية اسمه خلطبيطة بالصلصة. طبق خضروات مطبوخة عادي، بس ريمي بيقلبه لوحة فنية تخطف العقل. لما الناقد إيجو بيدوق الطبق بياخده فورا لذكريات طفولته الدافية مع عمه. الطبق ما بقاش أكل، بقى إحساس ومشاعر. إيجو بيكتب مراجعة نارية وبيعترف بعبقرية الشيف، وبيأكد إن كلمة جوستو صح، أي حد ممكن يطبخ. فيلمنا بيخلص على نهاية جميلة رغم إن المطعم بيتقفل بسبب قصة الفيران طبعا، بس إيجو بيدخل معاهم شريك وبيفتحوا مطعم صغير جديد اسمه خلطبيطة بالصلصة. الشيف الفار مش بس حقق حلمه، ده غير فكرة العالم كله عن الموهبة، علشان احنا اللي بنحط لنفسينا سقف أحلامنا. يا رب يكون الفيلم عجبكم، ولو لسه معايا لحد هنا اوعى تنسى اللايك والاشتراك علشان تدعمنا ان احنا نقدر نكمل. انا احمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.